السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي معانا النهاردة مع الجزء الأخير من التطبيقية. هنشرح فيه الأسئلة المقال، وزي ما قلت لكم اللي عايز المذكرة هيلاقيها على الرقم ده 010 62 91 053 8. المذكرة مجانية، واللي عايز يحجز أونلاين هيحجز برضه على نفس الرقم 010 62 91 053 8. يلا بينا نبدأ. هنا بيقول يا مستر أول حاجة حل القوة مقدارها 10 جذر 3 نيوتن تعمل في اتجاه 30 شرق الشمال. أول ما يقول لك اتجاهات روح ارسم مستوى الإحداثي بتاعك، أو روح ارسم الاتجاهات بتاعتك. هنا عندك شرق، شمال، غرب، جنوب. تمام. بالنسبة لده يا مستر هو بيقول لك إيه؟ في اتجاه 30 شرق الشمال. احط ال 30 يم عند الشرق ولا عند الشمال؟ الاجابه بسيطه جدا، اللي عندها الف ولام. اللي عندها الف وايه ولام، يعني عند الشمال. هي اسمها شرق الشمال، يبقى عند اللي هي عندها الف ولام. يبقى انا هقوم جاي اعملها كده، وتبقى الزاويه دي 30. والزاويه هنا بيقول لك القوه 10 جذر 3. كلام جميل يا مستر. يلا بينا نكمل. كده رسمنا الرسمه بتاعتنا. فيجي يقول لي حلل القوة، عايز في اتجاه الشمال وفي اتجاه الشرق. بالنسبة لاتجاه الشمال، هي يا مستر عندك هنا الزاوية 30 في اتجاه الشمال. في حاجة بتقول لك ايه؟ مطرح ما تنام اضرب في جيب التمام. بمعنى القوة الزاوية 30 دي عند الشمال صح؟ يبقى اضرب في جتا 30. اضرب ايه يا مستر؟ اضرب القوة بتاعتي 10 جذر 3 جتا 30. طب في الشرق هي نايم ال 30 دي عند الشمال، اجيبها انا من عند الشرق ايه؟ 10 جذر 3 جا 30. تاني يا مستر، هنا بيقول لي حل القوة مقدارها 10 جذر 3 نيوتن تعمل في اتجاه 30 شرق الشمال. قلنا شرق الشمال يبقى خلي ال 30 عند الشمال اللي هي فيها الف ولام. تمام يا مستر. مطرح ما تنام اضرب في جيب التمام. يبقى الشمال هيبقى 10 جتا 30، اما الشرق 10 جذر 3 جا 30. تمام. يبقى في الشمال 10 جذر 3 جا 30 على الاله يطلع لك 15. الشرق 10 جذر 3 جا 30 على الاله يطلع لك 5 جذر 3. يلا بينا نكمل. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ حلل القوة 120 نيوتن في اتجاه ق واحد وق 2. هو راسم لك الرسم. كلام جميل يا مستر. دلوقتي انا عشان اجي احلل القوه في الاتجاهين دولت لازم يكون عندي الزوايا. ومع الرسمه دي تعالى كده نرسمها لك كده هنا على جنب. دي كده 120، وهنا كده مستر الزاويه دي 48. بس كده. هنا بيقول لك ده ق واحد وده ق 2. هنا مستر خدنا الرسمه رسمتها لك هنا عشان نشتغل عليها. ركز كده معايا. اول حاجه ده افقي وده راسي، يبقى الزاويه دي 90 درجه. كلام جميل يا مستر. طيب هو هنا مديلك ان الزاويه دي ب 48 درجه. ده راسي وده راسي يعني متوازيان. عندك هنا حرف زد اهو، عندك هنا حرف زد، يبقى بالتبادل الزاويه دي ب 48 يبقى دي كمان ب 48. 48 ايه درجه. كده يا مستر انا بقى عندي الزاويتين دول. طلع لي بقى الثلاث قوى لوحدهم كده بالزوايا بتاعتهم عشان تعرف تحل. ادي القوه الاولى، وادي القوه الثانيه اللي هي بتاعت الوزن اللي هي ب 120، وادي القوه الثالثه والزاويه دي جبناها 48. طيب يا مستر والزاويه دي قلنا ب 90 درجه. فانا كده القانون بتاعي بيقول لي ايه؟ هات لي ق واحد على جا الزاويه المقابله. جا الزاويه المقابله اللي هي نهين، اللي انت لو بتجيب ق واحد يبقى على جا الزاويه اللي بين ق 2 وق 3. فانا مثلا لو هاخد ق واحد على جا الزاويه الثانيه بقى اللي بين اللي بين القوتين التانيين، خدت ق واحد على جا الزاويه اللي بين القوتين التانيين اللي هي 48. جا 48 درجه بتساوي ق 2 على جا
ق 2 يبقى جا الزاوية اللي بين القوتين التانيين جا 90 بتساوي 120. 120 دي يا مستر اخدها بقى مجموع القوتين على بعض. تمام يا مستر. 90 زائد 48 جا 90 زائد 48 اللي هي 138. اشتغل بقى مقصاتك. فانا هنا يا مستر نفس الكلام اهو، هاخد ق 1 بتساوي، اعمل مقص ق 1 كده مقص مع في جا 138 بتساوي 120 في جا 48 تاني. يبقى ق 1 بتساوي 120 في جا 48 على جا 138. ق 2 بتساوي، اعمل مقصك يلا، 120 في جا 90 على جا 138. بالآلة الحاسبة يطلعوا معاك. تاني يا مستر السؤال اللي بعده، هنا بيقول لك أ ب ج د ه واو شكل سداسي منتظم. قال لك شكل سداسي منتظم، روح ارسم الشكل السداسي بتاعك. تمام، رسمنا الشكل بتاعنا يا مستر، شكل سداسي اهو. كمل قرايتك بقى. بيقول لك قوة 6 و2 جذر 3 و6 و2 جذر 3 نيوتن في أ ب، في الأ ب متجه وأ ج متجه، ادينا لك الاتجاهات بتاعتها. طيب روح اكتبه لي بقى الأول كده يا مستر اهو، أ ب ج د ه و. كلام جميل يا مستر. أول حاجة عندك بيقول لك أول قوة عندك اتجاه أ ب، تاني قوة عندك في اتجاه أ ج، يعني القوة طالعة عاملة كده. تالت قوة عندك في اتجاه أ د. رابع قوة عندك في اتجاه أ ه. كلام جميل يا مستر. فأنت هنا عشان تحل الأول روح اكتب لي القوة بتاعتهم. أول قوة عندك ب6 تاني قوة عندك 2 جذر 3. القوة التالتة 6 برضه. القوة الرابعة عندك 2 جذر 3. كلام جميل يا مستر. طيب خلي بالك لما تيجي تشتغل انت دلوقتي عايز تجيب الزوايا علشان تعرف تحل. اروح اجيب الزوايا ازاي يا مستر؟ عشان تجيب هنا الزوايا انا عارف ان الشكل السداسي كل زاوية من زواياه بتساوي 120 درجة. كلام جميل يا مستر. يعني الزاوية دي كده على بعضها ب120. طب هي الزاوية متقسمة قد ايه؟ متقسمة 4. فانت اقسم لي كده 120 على ال4 هتساوي 30. يبقى كل زاوية من الزوايا دي كده ب30. كلام جميل يا مستر. تعالى اكتب لي يلا هنا كده. يبقى الزاوية دي كده ب30، دي كده ب30، دي ب30، دي ب30. كلام جميل. فانا هنا لما اجي احل هو بيقول لك ايه؟ اوجد مقدار واتجاه كل زاويه، مقدار واتجاه كل ايه زاويه. فلازم تكتب كل قوه مع الزاويه بتاعتها، كل قوه مع الزاويه بتاعتها. اول حاجه عندك القوه الاولى اللي هي ال6، القوه دي ب6 الزاويه بتاعتها فين؟ هو مفيش زاويه اصلا، ا ب عامله كده، هي عليه على نفس الخط، هي القوه عليه، انا باخد من على المستوى الافقي، يبقى الزاويه هنا 0. تاني قوه اللي هي القوه دي بكام معاك هنا؟ ب30. يبقى 2 جذر 3 والقوه بتاع والزاويه بتاعتها 30. طيب يا مستر تالت قوه اللي هي القوه دي واخده من اول هنا بقى كده، يعني الزاويه 30 و30 60، يبقى 6 و60. طيب يا مستر القوه دي الاخيره بقى واخده لي كل دول مع بعض 30 و30 و30. يعني انت يا مستر بتجيب الزاويه على ا ب كلها. بجيب الزاويه كلها على الافق ا ب كله. تمام يا مستر. يبقى اخر قوه 2 جذر 3 وايه و90. تعال نروح كمل كده معانا يا مستر. هنا بيقول لك ايه؟ تجيب السين والصاد. ايه يا مستر السين والصاد؟ السين بتجيبها معاك بالجتا والصاد بتجيبها بالجاء. بمعنى هتقول له السين تاخد كده 6 جتا 0 زائد 2 جذر 3 جتا 30 زائد 6 جتا 60 زائد 2 جذر 3 جتا 90. دي السين عندك اهي، وتشوف هتطلع معاك بكام على آلتك؟ ب12. وبعدين تجيب الصاد. الصاد اجيبها ازاي؟ بالجاء.
الصاد بتساوي 6 جا صفر، 2 جذر 3 جا 30، 6 جا 60، 2 جذر 3 جا 90. جبت الصاد طلعت معايا 6 جذر 3. اجيب بقى المحصله ازاي والاتجاه بتاعها. المحصله عندك بتساوي، القانون بيقول لك جذر س تربيع زائد ص تربيع. اما الزاويه القانون بيقول لك ظ هي بتساوي ص على س. عوض بقى من المساله. س تربيع طلعت معانا ب 12 تربيع. الصاد طلعت 6 جذر 3 زائد 6 جذر 3 تربيع، طلعت المحصله عندنا 6 جذر 7. طيب ظ هي ص على س. ص على س يا مستر، الصاد ب 6 جذر 3 على السين ب 12، على آلتك تطلع معاك جذر 3 على الاثنين. طيب يا مستر يبقى الزاويه عندك كام؟ ظ هي بجذر 3 على الاثنين، فعشان اجيب الزاويه هو مديك وانت جايبها بالظا كنت بكتب كده، قايل لك قبل كده تكتب شيفت تان جذر 3 على الاثنين، جذر 3 على الاثنين. تمام يا مستر، تطلع لك معاك الزاويه ب 40 درجه و53 دقيقه و36 ثانيه. كلام جميل. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. هنا مستر نفس الفكر بس كل الاختلاف في الزوايا. لو انت كتبت المسألة صح وجبت زواياها صح هيطلع معاك الحل هو نفس الفكرة بتاعت المسألة اللي فاتت. بمعنى بيقول لي 4 قوى مستوية تؤثر في نقطة مادية، الأولى 4 نيوتن في اتجاه الشرق. ده بدأ يديني اتجاهات، روح ارسم الاتجاهات بتاعتك. تمام يا مستر، ده شرق شمال غرب جنوب. اوعى يكون في حد فيكم مش عارف الاتجاهات تبقى مصيبه. ركز كده معايا. اول حاجه بيقول لك اول قوه تؤثر في اتجاه الشرق 4 نيوتن. معانا اول قوه ب4 في اتجاه الشرق، والثانيه 2 نيوتن في اتجاه 30 شرق الشمال. لسه قايل لك هتحط ال 30 فين؟ عند اللي عندها الف ولام. يبقى اعمل لي كده بين الشرق والشمال وخلي ال 30 في اللي هي عندها الف ولام. القوه دي كده ب2. كلام جميل يا مستر. جبنا اول قوه ب4 والثاني قوه ب2 في اتجاه 30 شرق الشمال، والثالثه 5 نيوتن في اتجاه 60 شمال الغرب. يبقى ال 60 هتتحط في عند الغرب. يبقى اعمل بين الشمال والغرب القوه بتاعتك اللي هي ب5 وال60 حطها عند الغرب. تمام يا مستر، كمل يلا معايا. والرابعه 3 جذر 3 نيوتن في اتجاه 60 غرب الجنوب. يبقى حطها لي بين الغرب والجنوب وخلي ال60 ناحيه الجنوب. تمام، بيقول لك 60 غرب الجنوب بتحط ال60 عند اللي هي فيها الف ولام. كلام جميل يا مستر. يلا بينا بقول لك بقى اوجد مقدار واتجاه محصله القوه. اول ما اقول لك اوجد مقدار واتجاه محصله القوه كده انت عرفت انك عايز تجيب السين والصاد. السين بتجيب القوه جتا الزاويه، قوه جتا الزاويه، قوه جتا الزاويه وتكمل. الصاد القوه جا الزاويه. طب عايزين بقى نعرف الزوايا بتاعتنا يا مستر عشان نعرف نشتغل. كلام جميل. اول حاجه كده كمل بقى بقيه الزوايا اللي عندك. دي ب90 طبيعي بين اي الشرق شمال شمال غرب، كل واحده فين بينهم 90. دي 30 يبقى دي كده يا مستر معايا 60. 60 يبقى دي 30. 60 يبقى دي 30. كلام جميل يا مستر. خلي بالك انت بتجيب القوى كلها على الشرق. كلام جميل. يبقى اول قوه اللي هي 4 بكام؟ بصفر. الزاويه بتاعتها صفر لان هما الاثنين فوق بعض كده فمفيش زاويه اصلا. القوه اصلا على الشرق نفسه فمفيش زاويه. يبقى أول واحدة عندك 4 وصفر. تاني واحدة القوة 2 بتجيبها على الشرق برضه. هجيبها لي على الشرق برضه كام؟ 60. يبقى التاني قوة 2 و60. تالت قوة اللي هي 5 هتاخد من أول هنا كده. معاك قد إيه يا مستر؟ الجزئية دي ب90 وده 30 يبقى 120. يبقى 5 و120. طيب القوة اللي فاضلة اللي هي 3 جذر 3 معاها قد ايه دي يا مستر؟ اقول لك انا خدها لي كلها كده هتبقى الزاويه دي كده كلها. معانا قد ايه هنا بقى كده يا مستر؟ ده خط مستقيم عشان ما تفضلش تتعب نفسك. الجزئيه اللي فوق دي كلها كده ب 180 ومعانا كمان 30 اهمت. الزاويه دي كده 30
والجزء اللي فوق 180 يبقوا 210. يبقى 3 جذر 3 و210، 3 جذر 3 و210. وبقت نفس بقى فكره المساله الثانيه، هات لي السين 4 جتا 0 2 جتا زائد 2 جتا 60 زائد 5 جتا 120 زائد 3 جذر 3 جتا 210. كلام جميل يا مستر. طيب الصاد نفس الفكره بقى، هات لي 4 جا 0 زائد 2 جا 60 زائد 5 جا 120 وهكذا. جبت السين والايه والصاد، يبقى المحصله عندك تكتب له كده ح بتساوي السين طلعت سالب 2، يبقى ح بتساوي سالب 2 س زائد 2 جذر 3 صاد، عشان الصاد عندك طلعت ب 2 جذر 3. المحصله قلنا بتجيب جذر السين تربيع زائد الصاد تربيع. السين اللي هي بسالب 2 والصاد اللي هي ب 2 جذر 3. الظاهر صاد على س شيفت كوزاين تجيب الزاويه. تمام يا مستر. طبعا انت عندك الزاويه 120، انت عارف ان هي في الربع الثاني، يعني عارفين كلنا الربع الاول من 0 ل 90. اكتب معايا لو انت مش عارف، من 0 ل 90 الربع الاول. الربع الثاني من 90 ل 180. الربع الثالث من 180 ل 270. من 270 ل 360 ده الربع الرابع. كلام جميل يا مستر. يلا بينا نخش على المسألة اللي بعدها. هنا بقول لك علقة ثقل مقداره 80 نيوتن في طرف خيط مثبت، طرفه الآخر في حائط رأسي. أزيح الثقل بقوة عمودية على الخيط حتى أصبح مائلا على الحائط بزاوية 30. اوجد مقدار القوة والشد في الخيط. تمام. أول حاجة قال لك إيه كده، أنت عندك حيطة، روح ارسمها لي أهي. كلام جميل يا مستر. الخيط مربوط فيه، خيط مربوط هنا كده. فبيقول لك أزيح بمقدار قوة عمودية حتى أصبح زاوية الميل على الحائط 30. يبقى الخيط بقى نازل كده والزاوية دي 30، والقوة اللي شدته عمودية. ما حضرتك لو رابط خيط في حيطة كده هينزل الخيط رأسي، فلازم حاجة تشده عشان يعمل زاوية 30. اللي شدته دي عملت معاك زاوية 90. هو بيقول لك قوة عمودية. كلام جميل يا مستر. يبقى انت عندك هنا قوة شد ماشي، وعندك قوة هنا كمان. تمام. كمل يلا. بيقول لك حتى أصبح ميل. خلي بالك النقطة بقى، دايما في عندك قوة رأسية. قوة ايه؟ رأسية. ليه يا مستر؟ بيقول لك علقة ثقل مقداره حاجة متعلقة، انت معلق مثلا كده حاجة 2 كيلو مثلا، فالجاذبية بتشدها فين؟ لأسفل. فدايما أي ثقل عندك ليه قوة رأسية لأسفل. قوة رأسية ايه لأسفل؟ ليه الجاذبية يعني عشان بتشد. تمام يا مستر. كده ده عندك الثلاث قوة. خلي بالك هنا بقى بيقول لك علقة ثقل مقداره 80 نيوتن. هو الوزن بتاعه 80 نيوتن. تمام يا مستر. يبقى الثقل ده مش بيتشد لأسفل؟ يبقى ال 80 نيوتن لأسفل. كده عندي دي كده 80. كلام جميل. يلا بينا نروح نكمل. هنا اللعبة لعبة زوايا. ايه يا مستر اللعبة لعبة زوايا دي؟ هقول لك انا. جبت الزوايا بتاعتك صح، حليت المسألة. كل المسائل بقى يقول لك كرة معدنية، يقول لك قضيب، يقول لك زي ما يقول لك. الفكرة كلها ارسم رسمتك صح، طلع زواياك صح، حليت المسألة، والباقي كله زي بعضه. يلا بينا كده نروح نكمل. الزاوية دي ب30. لو حضرتك رحت رسمت لي هنا كده خط أفقي وخليت لي دي ب90، بقت دي كمان ب90، عشان ده كده أفقي وده رأسي وده كمان رأسي. ده مثلث. أي مثلث قائم عندك زاوية ب90 وزاوية ب30، يبقى الزاوية اللي فاضلة بكام؟ ب60. كلام جميل. ودي كده ب90. كلام جميل. يبقى دي كلها كده على بعضها بكام؟ 60 و90 150. حد يقول لي جبت ال60 منين؟ ال60 جبتها عشان ده مثلث مجموع زوايا 180، يبقى 180 ناقص 90 زائد 30. الزاويتين اللي عندك 90 و30 على الآلة يطلع لك 60.
تمام يا مستر. ركز كده معايا. قلنا هنا الزاوية دي ب60 ودي ب90، يبقى دي كده يا مستر على بعضها ب150. بس أنا كده عرفت الزاوية. كده دي كده على بعضها يا مستر ب150 درجة. مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة 360، يبقى اطرح 360 ناقص 150 ودي ب90. تكتب كده 360 ناقص 150 زائد 90 هتساوي على آلتك الجميلة كده يطلع لك 130، يطلع لك 120. كلام جميل يا مستر. جبت الثلاث زوايا، الحل بقى يبقى ازاي؟ طبعا هو مش مطلوب منك في الامتحان تجيب خطوات وجبت الزاويه ازاي والكلام ده كله، هو مطلوب منك بس انت تحط الزوايا على الرسمه وتروح تشتغل. هقول لك انا عندك هنا دي القوه، عندك هنا دي القوه اللي شدت الخيط عشان يجي في الزاويه 30، ودي قوه الشد، ودي الوزن. تاخد كل قوه على جهة الزاوية المقابلة، كل قوة على جهة الزاوية الايه؟ المقابلة. خلاص ماشي يا مستر. تعالى بقى كده نكمل شغل هنا. يبقى ق على جهة 150 بتساوي ش على جهة 120 الزاوية المقابلة بتساوي 80 على جهة 90. مقصتك بقى واشتغل. داري لي كده دي، داري دي كده، ويبقى الش بتساوي 80 في جهة 120 على جهة 90 مقص. تمام؟ طيب يا مستر. طب القاف بتساوي، هات لي القاف كده مع اللي تحت، القاف فوق مع اللي تحت، يبقى دي تفضل تحت كده. يبقى اضرب بقى 80 في جهة 150 على جهة 90. كلام جميل يا مستر. تساوي معاك كام؟ 40 جذر 3. هو حد يكون مش عارف المقصات، لما يكون عندك مثلا كده قاف وهنا مثلا 3 وبتساوي مثلا 5 على 4، بتضرب دول في بعض وتضرب دول في بعض، اللي مع القاف بالزاوية كده بينزل تحت في المقام، وتضرب دول بعض تحطهم فوق 3 في 5. تمام؟ تمام يا مستر. مقصتك بقى وانت الشغل التاني شغل آلة. شوف لي بقى على الآلة كده 80 جهة 120 على جهة 90 هتطلع معاك ب 40 جذر 3. كلام جميل. يلا نخش على اللي بعده. وضع جسم وزنه 12 جذر 12 ثقل كيلو جرام على مستوى أملس يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30، وحفظ توازن الجسم بواسطة قوة أفقية. اوجد مقدار القوة ورد الفعل المستوى. نفس فكرة المسألة اللي فاتت، بس الفرق في ايه؟ الرسم. ارسم رسمتك، هات زواياك، الحل هيطلع معاك مظبوط. طيب هو بيقول لك ايه؟ وضع جسم وزنه 12 ثقل كيلو جرام. اول ما يقول لك مستوى املس يميل على الافقي، يبقى روح اعمل مستوى يميل، مستوى مايل كده. ادي الافق الاول، يميل على الافق بزاويه 30 اهو، يميل على الافق بزاويه 30. طيب الجسم اتحط هنا كده. واحد يقول لي يا مستر لو حطيت الجسم على مستوى مايل هيقع. طب ايه اللي هيحفظه ان هو يقع بقى؟ لازم قوة تانية تأثر عليه، اللي هي ايه يا مستر؟ قال لي وحفظ توازن الجسم بواسطة قوة أفقية. كلام جميل كده، عرفت ان في قوة أفقية من هنا كده قاف. طب القوة التانية فين؟ هذا القوة الأفقية. القوة التانية فين؟ انا لسه قايل لك اي جسم في عندك جاذبية حضرتك، بتعمل ايه الجاذبية؟ بتشده لأسفل. تمام يا مستر. يبقى تاني قوة عندك اللي هو الوزن بتاعه، بقول لك وزنه 12. طيب القوة الثالثة يا مستر هي أي حاجة. أنا لو حطيت مثلا كورة كده على أي حاجة مثلا، إيه اللي هيمنعها إنها تقع؟ إيه اللي يمنع الجاذبية؟ إن في ردة فعل اللي هي ردة فعل الترابيزة، فردة الفعل دي بتكون في الاتجاه المضاد لأعلى بس عمودي عليه، فده الجسم اللي محطوط عليه، فيطلع منه رد الفعل كده عمودي عليه. كلام جميل يا مستر. انت كده حضرتك رسمت الثلاث قوى بتوعك، ناقصك تطلع الزوايا. احنا كنا بنقول ان الزاويه دي 30 درجه. جميل.
ده مثلث قائم. لسه بقى من المسألة اللي فاتت فهمت مثلث القائم في زاوية 30 يبقى الزاوية التانية ب 60 على طول. كده أنا عرفت إن الزاوية دي يا مستر ب 60 درجة، ودي قائمة ب 90 يبقى الزاوية دي كلها على بعضها بكام؟ اتفقنا بقى 150. كلام جميل. والزاوية دي ب 90 يبقى الزاوية اللي فاضلة واحدة ب 90 واحدة ب 150، اطرح 360 ناقص 90 زائد 150 يطلع لك 120. يبقى الزاوية التالتة ب 100 وإيه؟ و20 درجة. جبنا الثلاث زوايا عندنا، واحدة 90 واحدة 120 واحدة 150. نفس بقى فكرة المسألة اللي فاتت خلاص اتحلت كده. تعالى كده بقى اشتغل لنا على الرسمة المظبوطة دي كده عشان ايه نعرف نفهم. خلاص فهمنا من هنا هنرسم ازاي يا مستر ونجيب الزوايا ازاي. ماشي يا سيدي ركز هنا. يبقى خد لي ق على جهة الزاوية المقابلة على جهة 150 بتساوي 12 على جهة الزاوية المقابلة على جهة 120 بتساوي ر او ن، مش هتفرق انت سميها زي ما انت عايز، ن على جهة الزاوية المقابلة اللي هي 100 وايه و90. موسطك وحل بقى. يبقى خد لي كده النون، يبقى 12 في جهة 90 على جهة 120. الغي لي دي كده بقى، اشتغل لي 12 ده اللي انت عايز تجيب القاف بتساوي 12 في جهة 150 على جهة 120. كلام جميل يا مستر. طلعت القوة الأولى 4 جذر 3 والنون 8 جذر 3. هنا بيقول لي وضع جسم وزنه 6 نيوتن على مستوى أملس يميل على الأفق. خلاص عرفت بقى بزاوية ه، زاوية ه زاوية ص زاوية ر. خلاص أنا عرفت ده مستوى أملس يميل على الأفق بزاوية أدى له كده دي به. كلام جميل يا مستر. كمل يلا. وحفظ توازنه بواسطة قوة. الجسم هنا اهو قوة عاملة ازاي؟ قوة مقدارها 2 جذر 3 نيوتن وتميل على خط أكبر ميل للمستوى بزاوية ه لأعلى. يبقى القوة اللي هتحفظ ده إنه يقع ماشية عاملة كده لأعلى بزاوية ه. الزاوية دي كده ه. كلام جميل يا مستر. طيب روح كمل قرايه يلا. بزاويه ه لاعلى اوجد قيمه ه ورد الفعل المستوي. هات لي بقى بقيه القوه بتاعتك. انا عارف خلاص قوه نازله عمودي، والقوه رد الفعل بتاعتك اللي هي بتيجي عمودي من المكان اللي محطوط عليه الوزن بتاعك. الوزن محطوط هنا على المستوى الاملس، نزل لي عليه قوه عموديه ويبقى ده رد الفعل بتاعك. كلام جميل يا مستر. وهنا ده الوزن وزنه قد ايه؟ هو وزنه 6 نيوتن. 6 نيوتن. كلام جميل يا مستر. كده فاضل لك الزوايا. اجيب الزوايا ازاي يا مستر؟ هقول لك انا اجيب الزوايا ازاي. خلي بالك الزاويه دي به. هات لي كده ارسمها لي على جنب كده عشان افهمك المساله كويس. الزاويه دي ه، يبقى الحته دي كده 90 ناقص ه. اشمعنى 90 ناقص ه؟ ما هو المثلث كله 180. عندك الزاويه دي ب 90 يبقى الزاويتين اللي فاضلين ب 90، واحده ه يبقى الثانيه 90 ناقص ه. كلام جميل يا مستر. وعندك الجزئيه دي كده ب 90 لان هي قائمه. طيب ب 90 يبقى الزاويه دي على بعضها بكام؟ الجزئيه الصغيره دي ب 90 ناقص ه واللي فوق ب 90، يبقى الزاويه دي على بعضها كده اللي هي ما بين الر والقوه اللي ب 12 ب 180 ناقص ه. 90 و90 180 ناقص ه. ايه يا مستر هو في حاجه اسمها 180؟ 180 ناقص ه. ولما تروح تحل بقى تمشي معاك. اصبر اتقل. هات لي بقيه الزوايا. ماشي يا عم اصبر علينا. طيب الزاويه دي كده تبقى بكام؟ والزاويه دي كده تبقى بكام؟ انا عندي دي ب90 دي كلها على بعضها 90. طب انا عايز الزاويه دي بكام؟ مش دي كلها ب90؟ دي كده كلها ب90 اهي. يبقى دي بكام؟ 90 ناقص ه. كلام جميل يا مستر. 90 ناقص ه. 90 ناقص ه.
كلام جميل. فاضل لي الزاوية التالتة، اجيبها بكام بقى الزاوية التالتة يا مستر؟ هقول لك انا اجيبها بكام. عندك هنا الخط ده كده ب 180، الخط ده كده بكام؟ ب 180. طيب يبقى الزاوية دي بكام يا مستر؟ او اقول لك انا على فكرة تانية جميل. هو انت لو جيت عملت خط افقي هنا هتبقى الزاوية دي ب90، وانا واخد في المستوى الاملس. لو انت عامل خط افقي هنا والزاوية دي مثلا ب20 تبقى دي كمان ب20. ركز في المعلومة دي، خليك دايما عارفها. ليه يا مستر؟ ما هو ده حرف اف، مش ده كده حرف اف اهو، وكنا واخدين ودولت الاثنين دول متوازيين، دي ب20 يبقى دي 20 بالتناظر. تمام. الزاوية دي به، تبقى الزاوية دي كمان بكام؟ به. كلام جميل. يبقى الزاوية دي كده على بعضها بكام؟ هي ضمة ايه معانا؟ ضمة 90 والهه والهه، الزاوية اللي هي من أول القوة دي لحد القوة دي واخدة معاك ه وه و90، يبقى الزاوية دي كده على بعضها بكام؟ ب90 زائد 2 ه. كلام جميل يا مستر. طلعت الشكل عندي بالثلاث زوايا بتوعه، بس كل الفرق هو دي ب2، ان الزوايا هناك كانت واضحة، زاوية 50 زاوية 150 زاوية 90، اما هنا الزوايا جاية معاك بالسي. انت هتروح تحل عادي، مشي بقانونك عادي خالص خالص خالص. اول حاجة دي كانت عندك القوة دي اللي هي قوة دي كده كانت قاف، ودي كده قوة رد الفعل، ودي القوة اللي هي ب2. خد لي القاف على جاء الزاوية المقابلة. ايه المقابلة للزاوية قاف؟ 180 ناقص ه، جاء 180 ناقص ه. ركز معايا بقى عشان هنا هنشتغل شوية على الزاوية المنتسبة. كمل معايا. تاني قوة اللي هي ب2 على جاء 90 ناقص ه. تالت قوة اللي هي قوة رد الفعل على رد الفعل اللي في وشها 90 زائد 2 ه، جاء 90 زائد 2 ه. كلام جميل. هنكتبهم تاني معلش عشان المكان. قاف على 180 جاء 180 ناقص ه بتساوي القوة اللي هي ب2 على 90 جاء 90 ناقص ه بتساوي قوة الره اللي هي رد الفعل على جاء 90 جاء 90 زائد 2 ه. كلام جميل. خلي بالك بقى واصحى معايا للحتة دي كده اللي هي ايه يا مستر؟ القاف في المسألة كان بيقول لي حفظ توازنه بواسطة قوة مقدارها 2 جذر 3. يعني شيل القاف واكتب مكانها 2 جذر 3. كلام جميل يا مستر. فخد بالك كده من نقطة كنا بنقوله قبل كده، ان جاء 180 ناقص ه او ناقص زاوية معناها جاء الزاوية، بمعنى جاء 180 ناقص ه هي جاء ه، فناخد 2 جذر 3 على جاء ه بتساوي 2 على اخد دي جاء ه برضه يا مستر؟ لا، عشان كنا بنقوله على 90 وال270 زوايا شريرة. بتعمل ايه الزوايا الشريرة دي يا مستر؟ بتقلب الجاء جتا وتقلب الجتا جاء. كلام جميل. يبقى دي بدل ما هي جاء خليها جتا ه. يبقى تاني
عندك ال 180 وال 360 لقيتهم ناقص شيلهم، تبقى جايه 180 ناقص ه، شيل ال 180 خليها جايه على طول. ال 270 وال 90 شيل برضه ال 270 وال 90 بس هي اللي بتجاه جتا، يبقى شيل ال 90 وتبقى جتا اهي. طيب كنا واخدين قبل كده يا مستر ان في قانون عندي بيقول ايه؟ مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي. بمعنى خد لي كده جاه على جتا اهي بتساوي جذر 3 على 2. انا خدت دول على بعض ودول على بعض. واحد يقول لي يا مستر ثانيه كده، جا على جتا دي معناها الظاهر. فهمت جا على جتا معناها الظاهر، يعني شيل لي دي كده واكتب مكانها ظاهر، يبقى ظاهر بتساوي جذر 3 على الاتنين. على آلتك بقى شيفت تا جذر 3 على الاتنين، شوف هتطلع معاك بكام؟ تطلع معاك ب 30. تطلع معاك بايه؟ ب 30. كلام جميل يا مستر. كده انا حليت المسائل والمسائل خلصت معايا. يعني ايه يعني يا مستر؟ هقول لك انا يعني ايه. كله خلاص فاهم الجزئيه دي كده. انا عرفت ان الزاويه عندي ب 30، فهو عايز الره، عايز الايه؟ الره. يبقى انا ممكن اروح اعوض في اي مساله فيهم. فخليها مثلا خد لي على الاثنين 2 جتا الهي قلنا عليها ب 30 على بتساوي ر على قلنا جا 90 زائد 2 ه اللي هي الجا بتتقلب جت عشان 90. اللي هي قلنا ب 30 لسه مطلعين الزاويه هي ب 30. كلام جميل يا مستر. اضربها في 2 ب 60. يبقى الراء عندك بتساوي ايه؟ اعمل مقصق يلا. 2 في جتا 60 على جتا 30. بآلتك الحاسبة تطلع معاك المسألة. طيب يا مستر، انت بقى حل باللي انت عايز تحل بقى انت براحتك، لان هو هنا حل ما عوضش في دي، هو عوض في التاني. طيب يلا بينا نروح نكمل. هو عوض في 2 جذر 3. خش لي على المسألة اللي بعدها. بيقول لك هنا ايه؟ كرة معدنية وزنها 2 ثقل كيلو جرام وطول نصف قطرها 30 سنتيمتر، ربطت من إحدى نقط سطحها بخيط طوله 30 سنتيمتر ومربوط طرفه الآخر ألف من نقطة في حائط رأسي أملس. تمام. فاتزنت الكرة وهي مستندة على الحائط. روح ارسم لي كرة. تمام. واعمل لي حائط اهو. فبيقول لك هنا يا مستر الكرة دي علشان تفضل ثابتة لازم خيط يشدها. فبيقول لك حط لي هنا نقطة ألف على الحائط ربط بها الخيط، ربط بها الكرة اتربطت من هنا. كلام جميل يا مستر. وطول نصف قطرها النق بتاعها هنا ده المركز الدائري. طول نص قطرها 30 والخيط طوله 30. يبقى لو كملنا من ألف لحد نص القطر كده تبقى دي على بعضها 60. أنا عندي دي 30 ودي 30. كلام جميل يا مستر. وخلي بالك لو كملت معايا الحتة دي كده هتطلع معاك برضو بإيه؟ ب 30 لأن ده نص قطر الكرة. روح كمل بقى. أنا لسه قايل لك من شوية الثلاث قوى عندك هيكونوا إيه؟ أول حاجة قوة الشد بتاعت الخيط. قوة الشد. تمام. تاني حاجة وزن الكرة الأسفل، لأن قلنا أي حاجة لها وزن الأسفل عشان الجاذبية بتكون في الزاوية دي كده ب 90. طيب يبقى أنت معاك ده قوة الأولى اللي هي الشد ودي، ورد فعل الحيط. هي الكرة مش ساندة على الحيطة
ايه اللي يمنع الكرة انها تمشي كده؟ ان الحيطة بتزقها في الاتجاه المعاكس، بتزقها كده، يبقى الزاوية دي كمان ب90 درجة. كلام جميل يا مستر. طيب يبقى الزاوية دي عندك ب90 ايه درجة، والزاوية دي ده 30 سم مش 30. كلام جميل يا مستر. فهنا بيقول لك اوجد مقدار الشد في الخيط ورد الفعل. هو الوزن الكرة كام؟ 2 ثقل جرام. عايز تحلها حضرتك بالاضلاع حلها، عايز تحلها بالزوايا حلها. شوف انت ايه اللي يجي معاك. بس انا مستر عندي كده نقطة، الزاوية دي ب90، وعندي دي كده ب30، ودي ب30، وديت ب30. يعني انا لو خدت المثلث ده كده بره، هروح اقول له من فيثاغورس عندنا زاوية هنا ب30، الضلع ده ب30 والضلع ده ب60. من فيثاغورس ده يطلع معاك كام؟ 2 جذر 30. تمام يا مستر؟ تمام اهو، او 30 جذر 3. بتجيب ايه يا مستر؟ 60 تربيع ناقص 30 تربيع، عشان ده ضلع. لو كان عايز الوتر كنت بتاخد الضلع ده تربيع زائد الضلع ده تربيع، انما هنا عايز الوتر، عايز الضلع. يبقى من فيثاغورس تقول له 60 تربيع جذر 60 تربيع ناقص 30 تربيع، طلعت معانا هنا ب 30 جذر 3. يبقى كده الحته دي ب 30 جذر 3. يا مستر اللي انت بتعمله ده انت بعيد عن القوه، ركز كده. قال لك القوه، وقلنا الحته دي قبل كده في الاجزاء اللي قبل كده، ممكن تنقلها براحتك، بس تنقلها ازاي؟ لو القوه واقفه كده، يا اما تنقلها على الامتداد بتاعها، يا اما تنقلها يمين وشمال. الفكره ان هي ما دام واقفه كده حطها في اي حته بس تكون واقفه زي ما هي واقفه. لو هي افقيه انقلها في المكان اللي انت عايزه بس تكون افقيه زي ما هي. كلام جميل يا مستر. فانا القوه الافقيه دي هنقلها على الامتداد بتاعها تيجي هنا، تبقى عامله كده. والقوه اللي واقفه هنا دي هنقلها زي ما هي واقفه اجيبها هنا، تبقى عامله كده. يبقى احنا كده يا مستر رحنا لمثلث القوة اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية. مثلث القوة عامل كده، عندك اهو الضلع ده ب30، وده 30 جذر 3، وده 60. كلام جميل يا مستر. عندك القوة دي كانت نازلة لأسفل، والقوة دي ماشية كده، والقوة دي ماشية كده. ما دام هما في اتجاه دوري واحد ينفع نطبق القانون بتاعنا. اللي هو ايه القانون بتاعنا يا مستر؟ خلي بالك، دي كانت قوة رد الفعل. القوة الأفقية دي كانت قوة رد الفعل. والقوة اللي الأسفل كانت الوزن اللي هي 2 ثقل جرام، وده كده كانت قوة الشد. فناخد كل قوة على الضلع بتاعها، كل قوة على الضلع ايه بتاعها. بمعنى خد لي الر على الضلع بتاعها ب 30 بتساوي الشين، او خد لي القوة دي الأول 2 على 30 جذر 3 بتساوي الشين على الضلع بتاعها اللي هو 60. الشين ده اللي هو قوة الشد. موسطك بقى واشتغل. يبقى الراء بتساوي 2 في 30 على 30 جذر 3. هنا الشين بتساوي 2 في 60 على 30 جذر 3. تمام يا مستر. حلها معاك هنا 4 2 في 30 على 30 جذر 3 تطلع معاك في الاخر ب 2 جذر 3 على 3. آلتك الحاسبة بقى. ش بتساوي 2 في 60 على 30 جذر 3 هتساوي معاك 4 جذر 3 على 3. هنا مستر بيقول لي أ ب سلم منتظم وزنه 8 جذر 3 كيلو جرام، يرتكز بطرف العلوي أ على حائط رأسي أملس وبطرف السفلي ب على الأرض. بص هو ما دام سلم يبقى أنت عندك أرض وحيطة. هو السلم يعني بيبقى عامل إزاي؟ أدا عندك الحيطة وأدا عندك الأرض، أدا الحيطة وأدا الأرض وأدا السلم. ما رحناش بعيد. كلام جميل يا مستر. اوعى تروح ترسم لي السلم بالدرج بتاعه، لا عادي كده ارسمه بس خط. طيب هنا بقى هات لي القوة. هو أول حاجة بس قال لك إيه؟ استند بطرف العلوي أ على حائط رأس، يبقى النقطة دي كده اسمها أ. طيب وبطرف السفلي ب على الأرض، يبقى النقطة دي كده اسمها ب.
كلام جميل يا مستر. انت بقى سمي لي دي ج عشان يبقى عندك مثلث. بحيث كان الطرف العلوي يبعد عن الارض بجذر 3، الطرف العلوي يبعد عن الارض بجذر 3، يبقى الحته دي كده جذر 3. كمل قرايه يلا. والطرف السفلي يبعد عن الحائط ب 2 متر، يبقى النقطه دي 2 متر. كلام جميل يا مستر. يبقى عندك هنا 2 وعندك هنا جذر 3. لذيذ. روح كمل يلا. اوجد مقدار الضغط على كل من الحائط والارض. اول حاجه هنا لازم تروح تطلع لي القوة بتاعتك فينهم اصلا. بص كده من الاخر، انت عندك دايما في قوة رأسية لاسفل اتكلمنا عليها، بتيجي من نص السلم، بتيجي من نص السلم. ولو كانت كرة معدنية بتجيبها من المركز بتاعها من نصها برضه. كان قضيب بيجي برضه من نص، فهاتها لي من نصها كده مثلا. ادي القوة عندك نازلة عمودي كده لتحت وبتنزل في النص، يعني الحتتين دول كده قد بعض، يعني دي ب1 سنتي ودي ب1 سنتي. القوة عندك اتفقنا ان هي السلم وزنه 8 جذر 3. تمام ماشي يا مستر. وقلنا دي كده هنا معايا ده 1 سنتي وده 1 سنتي. كلام جميل. تاني قوة بقى بتيجي منين؟ هقول لك انا. اعمل لي امتداد كده لدي، اعمل لي امتداد هنا كده، تاخدها وهي ساندة على الحيطة تمشي افقي كده. ده رد الفعل بتاع الحيطة، رد فعل الحيطة اللي وراه 1 مثلا. طيب القوة الثالثة، ما هو انت بتجيب من الاماكن اللي القوة ساندة فيه، اللي القوة ساندة فيه. طيب يا مستر، طبعا ما كانش ينفع اخد دي كده لان ما كانتش هتقابل دي. القوة الثالثة تطلع تقابلهم، لازم القوة الثالثة تطلع تقابلهم، تتقاطع معاهم هما الاثنين في نفس النقطة. طب هما اتقاطعوا هنا، يبقى القوة الثالثة هتطلع عاملة كده. كده دي القوة الثالثة في المكان اللي هم اتقاطعوا فيه. كلام جميل يا مستر. طيب تعالى لي هنا بقى كده، انت معاك عايز تاخد المسألة كده، عندك الثلاث قوى، واحدة ماشية كده وواحدة ماشية كده والتانية الأسفل. عايز تعرف تجيب الثلاث زوايا وتجيب القوة على جهة زاوية، ماشي. تعرف تعمل منهم مثلث في اتجاه دوري واحد برضه براحتك. طيب واحد يقول له يا مستر ثانية كده، أنا ممكن أعمل منهم مثلث إزاي يا عم الواعي؟ ركز كده معايا. بص أنت عندك دلوقتي هنا كده القوة الأفقية دي هنخليها هنا كده، عندك قوة أفقية اهي في نفس الاتجاه بتاعها، ما هي مادام دي أفقية دي تنزل مكانها أفقية عادي، ودي رأسية فنخليها في مكانها هنا في الجزء ده كده، ودي اللي طالعة لفوق هناخدها في الجزء ده كده. كلام جميل. عملنا مثلث يا مستر اهو. هنا يا مستر كده بقى عندنا المثلث، ناقصك تجيب اضلاعه. سهله قوي اضلاعه دي، بس طلع لي كده المثلث على جنب عشان نعرف نحل. اول حاجه هو مش ده كان جذر 3، يبقى اللي على قصاده هنا جذر 3، يبقى دي كمان جذر 3 اهي. تاني كنا قايلين دي ب2 متر، كان قايل لنا في المساله يبعد عن الحائط 2 متر، بعد 2 متر، يبقى الحته دي كده اوعى تتلخبط وتكتبها 2 متر، هي متر. مش لسه قايله مستر 2 متر؟ لا يا حبيبي بس اصبر، مش قلنا دي نازله في نصها، يبقى الحته دي واخده 1 ودي واخده 1. كمان جميل يا مستر. ده مثلث قائم من فيثاغورس، عايز الوتر، فيبقى جذر 3 تربيع زائد 1 تربيع على آلتك تطلع ب2. كلام جميل يا مستر. كده المسألة اتحلت.
بمعنى ايه يا مستر؟ خلاص خلصت؟ اه والله خلاص خلصت. بس ركز بس كده، عندك هنا اللي كانت ب 8 جذر 3 اللي هي نازله لتحت دي كده، القوه دي كانت 8 جذر 3 ده المقدار بتاعها، جذر 3 ده الطول وده 8 جذر 3 ده المقدار. صح لنا هنا بقى كده عشان نعرف نكمل. بص كده ركز معايا، هنا كنا بنقول بناخد كل قوة على ايه؟ على الزاوية بتاعت كل قوة على الضلع بتاعها. تمام، ده حل المسألة معانا. فناخد هنا مستر، كانت دي كده قوة رد الفعل، دي كده رد الفعل 1، والقوة دي كده كانت رد الفعل 2. فأنا هاخد راه 1 على 1 سنتي أو راه 2 على 1 بتساوي راه 2 على 2 سنتي بتساوي 8 جذر 3 على جذر 3. عذرا بس عشان الناس اتلخبطت، هنسمي دي اللي على 1 راه 2 ودي كده راه 1. فطبعا التسمية دي براحتك، دي راه 1 دي راه 2 دي راه 2 دي راه 1 مش مشكلة. فأنا كده يا مستر عندي راه 1 على الاتنين وراه 2 على 1. مقسطك بقى واشتغل. يلا بينا. راه 1 على 1 يا مستر، روح اعمل مقص، يبقى 8 جذر 3 في 1 على جذر 3. راه 2 بتساوي 2 في 8 جذر 3 على جذر 3. كلام جميل يا مستر. شوف بقى كل واحدة هتطلع معاك بكام. كرة معدنية ترتكز على قضيبين متوازيين يقعان في مستوى أفقي واحد والبعد بينهما يساوي نص طول القطر. اوجد الضغط على كل منهما إذا كان وزن الكرة 10 نيوتن. حلو يا مستر. طلع لي كده الكرة. أدا الكرة هي يا مستر. الكرة دي لو اتثبت في الهواء كده هتقع مننا، مش هنعرف نجيبها من تحت، من الشاشة من تحت يعني. طيب فهي هنا يا مستر يقول لي هي عشان ما تقعش كانت سند على ايه؟ على قضيبين، أدا واحد وده التاني. كلام جميل يا مستر. المسافة بينهم بتساوي نق، بتساوي ايه؟ نق. بس اهدى كده بقى، مركز الدايرة اهو، الكرة ساندة على القوة دي كده، فرد الفعل يطلع كده في عكس الاتجاه بتاعها، فرد الفعل هيبقى طالع معايا كده، ورد فعل التانية هيبقى طالع معايا كده. أما وزن الكرة بيبقى نازل من نص الكرة الأسفل. هي الكرة وزنها كام؟ 10 نيوتن. 10 إيه؟ نيوتن. ثانية كده بقى يا مستر، أنت كنت لسه قايل لي في المسألة بتاعتك إيه؟ بيقول لك في مستوى أفق واحد البعد بينهما يساوي نص القطر، يعني ده بيساوي ده بيساوي ده. يعني كده عندي مثلث 3 أضلاع متساوية، يعني كل زواياه بكام؟ ب60. كل زواياه بكام؟ ب60. الزاوية دي ب60 والزاوية دي كده على بعضها ب60 والزاوية دي كده ب60. كلام جميل يا مستر. طلع لي الرسمة دي كده يا مستر فوق عشان أعرف أفهم. أنت قلت لي إن دي كده على بعضها ب60، يبقى اللي فوق دي بالتقابل بالرأس معاها هي كمان ب60. حلو أوي، جبنا الزاوية دي كده ب60 درجة. ده أول زاوية. وأنت خلي بالك إن جبت الزوايا بتاعتك حليت المسألة. كلام جميل يا مستر. فاضل لك إيه تاني؟ هما الاتنين دولت كده زاوياهم بكام؟ مش اتفقنا إن دي ب60 وده خط مستقيم؟ يبقى الزاوية دي اللي هنا دي بكام؟ ب180 ناقص 60. 180 ناقص إيه؟ 60 اللي هي 120. يبقى الزاوية دي كده ب120. خلي بالك دي ب60 ودي ب120، مش دي 60 مقسومة نصين، مش المثلث نازل عامل كده؟ تعرف تجيب الزاوية التالتة؟ من غير بقى محل. اطرح لي يلا 360 ناقص 150 زائد 60، شوفها بقى تطلع معاك كام؟ تطلع معانا 150 برضه. مشيناها من هناك، اللي معاه آلة يحل بيها، احسبها هتطلع معاك 150. كلام جميل يا مستر. كده بقى عندنا الثلاث قوى بتوعنا، ده الوزن اللي هو ب10، وده كده يا مستر رد الفعل الأولاني، وده رد الفعل الثاني. بقت مسألة سهلة كده خلاص. أهم حاجة إن أنا جبت الزوايا.
جبت الزوايا حليت المسألة خلاص. يبقى 10 على جا 60 بتساوي ر 2 على جا 150 بتساوي ر 1 على جا 150. روح اكتبهم يلا وحل. انت عندك ر 1 بتساوي ر 2 فممكن تجيب واحدة بس. بتكتب 10 على جا 60 بتساوي ر على جا 150 واعمل موثق يلا. 10 في جا 150 على جا 60. 10 في جا 150 على جا 60. شوف هتطلع معاك بكام. ويبقوا القوتين قد بعض. تعالى هنا يا مستر خش لي في المسألة اللي بعدها. أ ب قضيب منتظم طوله 40 سنتيمتر ووزنه 30 نيوتن متصل بمفصل في حائط رأسي عند أ. شربوا معانا. حفظ القضيب في وضع أفقي بواسطة خيط خفيف يتصل بطرف القضيب عند ب وبنقطة ج تعلو أ رأسيا بمسافة 40 سنتيمتر. اوجد الشد في الخيط ورد الفعل. تاني كده يا مستر بيقول لك أ ب قضيب منتظم طوله 40 سم ووزنه 30 متصل بمفصل في حائط رأسي عند أ. تمام. حفظ القضيب بواسطة خيط خفيف يتصل بطرف الخيط بطرفه عند ب. يبقى انا كده يا مستر ثانية كده عندي حيطة اهي. عندي الحيطة اهي يا مستر. وده القضيب. القضيب بيقول لي ايه؟ متصل بمفصل في حائط رأسي عند أ. هذا القضيب اهو عند أ مثلا نقطة أ يتصل بطرف القضيب عند ب. بيقول لك ايه؟ حفظ القضيب في وضع افقي. القضيب حفظ في وضع ايه؟ افقي. ثانية كده يا مستر. ما هو انت لو رحت دي حيطة عندك اهي حطيت عليها القضيب كده هيقف عدل. طب القضيب عشان يجي في وضع افقي كده يا مستر ما هي دي الحيطة. لو لزقت القضيب بمفصل واحد هنا هيميل ويبقى عامل كده. هيبقى عامل كده. طيب عشان اخليه في وضع افقي لازم في قوة. يا اما حاجة شايلاه من هنا يا اما حاجة شداه. فهو قال لك بواسطة خيط. يبقى دي النقطة أ. قال لك حفظ في وضع أفقي بواسطة خيط خفيف يتصل بطرف القضيب عند ب. عند ب هنا كده الطرف الثاني للقضيب وبنقطة ج تعلو أ رأسيا. يعني الخيط يا مستر اتربط فيه من هنا كده ووصل معانا فوق هنا كده. اتربط في الحيطة من فوق عشان القضيب ده ما يقعش. كلام جميل يا مستر. كده انا رسمت الرسمه بتاعتي وده القضيب اهو. ده كده القضيب. القضيب ده يا مستر لازم يكون ليه قوه. القوه فين بتاعته؟ اول قوه عندك اللي هي قوه الشد اللي هو الخيط ده اللي ماسك طرف القضيب من هنا اهي. القوه دي كده. طيب تاني قوه يا مستر عامله ازاي؟ اللي هو وزن القضيب لأسفل. كلام جميل. القوة اللي بعديها عاملة ازاي يا مستر؟ هو دلوقتي دي قوة شد في ناقص القوة بتاعت المفصل. ما هو في كل مكان بيلمس القضيب تطلع قوة. القضيب اتلمس مرة من هنا فطلعت منه قوة الشد ومرة عند المفصل. قوة المفصل تطلع ازاي؟ علشان تعرف وصل دول كده ببعض اعمل امتداد. يبقى قوة المفصل تطلع تروح ليهم كده. كلام جميل يا مستر. يبقى قوة المفصل يا مستر طلعت راحت ليهم. تمام كده بقى عندي الثلاث قوة. واحدة ماشية في الاتجاه ده وواحدة ماشية في الاتجاه ده والقوة الثالثة اللي هي لتحت اللي هي عاملة كده. خلي بالك هنا بقى كان بيقول لك القضيب طوله 40 سم. ما دام 40 يبقى الحتة دي كده ب20 ودي ب20. ثانية كده معلش. القضيب عندي هنا تحت. ده القضيب. دي بتنزل في نصه يبقى دي كده 20 ودي 20. تمام يا مستر. وبقول لك بطرف القضيب عند ب بنقطة تعلو أ رأسيا بمسافة 40. بنقطة وبنقطة ج تعلو أ. ج تعلو أ بمسافة 40 سم. كلام جميل يا مستر. مديك أي حاجة تانية. بقول لك إيه هنا؟ القضيب طوله 40 وزنه 30. وزن القضيب ده 30.
كلام جميل يا مستر. تعالى بقى روح كده كمل معايا. هو ما دام مديك اضلاع يبقى انت مش هتروح تشتغل لي زوايا، عشان بس ما تتعبش نفسك وتقعد تفكر اشتغل زوايا ولا اشتغل اضلاع. هو مديها لك اضلاع، مدي لك 40 و30، فانت فكر توصلهم ببعض وتعمل مثلث بحيث ان كل حاجه زي ما اتفقنا. لو اللي هو معمول كده انقل الخط براحتك من مكان لمكان بس يكون في نفس المستوى بتاعه. طب لو هو كده انقله برضه براحتك كده 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 بس يكون في نفس الميل بتاعه. طيب يا مستر انقله ازاي؟ خد لي الرأس ده كده هنا، هو ده واقف كده، انقله لي هنا هيبقى عامل كده. متنساش ان القوة بتاعته ب30 ودي 40 سنتيمتر. القوة بتاعته هنا ب30. أربعين ده الطول. تاني قوة ما هي دي طالعة اهي ودي جاية كده، خلصنا منهم دول اهي كده. عندك ادي أول ضلع، عندك أول ضلع اهو، تاني ضلع اهو. ما هي القوة دي أصلا ماشية كده مش هنقلها، أنا هاخد منها بس الجزئية دي كده. تالت قوة اللي هي قوة الشد دي كده عاملة كده، هاخدها من أول هنا. بقى عندي مثلث، بقى عندي إيه؟ مثلث. بس يا مستر أنا المثلث اللي أنت رسمته لي ما عنديش غير دي ب40، محتاجين نجيب بقية الأضلاع. هقول لك أنا تجيب بقية الأضلاع إزاي. أول نقطة عندك في المثلث الكبير اللي هو أ ب ج، لو رسمته لي كده أ ب ج كان مدينا دي ب40 واللي تحت دي كلها برضو بكام؟ ب40. من فيثاغورس هات لي 40 تربيع زائد 40 تربيع يديك 40 جذر 2، يبقى دي كده ب 40 جذر 2. ما تنساش ان دي طالعه في نصها، فدي تاخد 20 جذر 2 ودي كمان تاخد 20 جذر 2. 20 جذر 2 وهنا 20 جذر 2. كده عرفنا ان الضلع ده ب 20 جذر 2 ناقص لنا الضلع الثالث ده. هنجيبه منين يا مستر الضلع الثالث؟ خلي بالك هما الاثنين دولت متساويين مع بعض. ده ايه ده يا مستر؟ اتعرفت منين حضرتك ان هما متساويين مع بعض؟ هقول لك انا. هو مش ده مثلث قائم؟ ده كده مثلث قائم. كنا واخدين ان المتوسط، الكلام ده شغل اعداد، الخارج من رأس الزاوية القايمة. متوسط طالع من رأس الزاوية القايمة بيساوي نص الوتر، بيساوي نص الايه؟ الوتر. فالوتر 40 جذر 3 يبقى الحتة دي كده 20 جذر 3 اهي. كلام جميل يا مستر. امسح لي بقى وطلع لي المثلث ده كده على جنب اهو. ادي المثلث بتاعنا عامل كده. طيب يا مستر دي ب 40 اللي هي القوة بتاعتها 30 ودي كده اللي هي القوة اللي عاملة كده دي يا مستر جايبينها ب 20 جذر 2. والقوة التالتة اللي هنا اللي هي بتاعت رد فعل المفصل، ودي قوة الشد. يبقى دي كده قوة الشد ودي قوة رد الفعل. دي كانت قوة رد فعل المفصل ب 20 جذر 3 برضه طولها. خلاص عرفت كده يا مستر الحل. هعمل ايه؟ هاخد 30 على 40 بتساوي 20 جذر 2 ش على 20 جذر 2 بتساوي ر على 20 جذر 3. تمام يا مستر. 30 على 40 ر على 20 جذر 2 وش على 20 جذر 2. تمام يا مستر. معلش دي كانت 20 جذر 2. كلام جميل. مواصلاتك بقى واشتغل. يبقى الر هتساوي 30 في 100 في 20 جذر 2 على 40 بتساوي برضو الشين. ليه بتساوي الشين؟ ما هي دي 20 جذر 2 طول الضلع بتاعها ودي الضلع بتاعها هي كمان 20 جذر 2، يبقى القوتين متساويين. هات واحده وساويها بالثانيه وخلاص. يبقى انت هتجيب الر بتساوي الشين بتساوي يلا 30 في 20 جذر 2 على ايه؟ على 40. يبقى خليك فاكر لو انت بتشتغل بالزوايا لو في قوتين الزوايا المقابله ليهم متساويه يبقى القوتين قد بعض. ولو انت شغال على مثلث القوة، مثلث القوة يا مستر
بيكون عندي الثلاث اضلاع بتوعه، لو في ضلعين قد بعض يبقى القوتين بتوعهم قد بعض. وكده نبقى خلصنا الجزء التالي اللي هو الاسئله المقاليه على الاستاتيكا. ان شاء الله فاضل الجزء الرابع، اخر جزء هيكون على الهندسه الفراغيه. كنا ناويين نختم بالجزء الثالث ده ولكن الوقت ما كفاش معانا عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. هناخد ان شاء الله الجزء الرابع على الهندسه الفراغيه.